ربي أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي ومتابعيني المحترمين واخواتي في كل مكان. اهلا بيكم فيديو جديد على القناة، فيديو كله نشاط وحركة ومشتريات وأكلة حلوة كده زي بتاعة المحلات، معمولة في البيت على نظافة وبتتبيلة 100%. لو انتي أول مرة تشوفي القناة دي، قناتي يوميات ونصايح فوزية وأنا فوزية. فضلا منك اشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو يوصلك حاجات حلوة كتير. حطي لايك حلو زيك. أول حاجة صحيت عملتها في يومي كانت التتبيلة. انا عملتها في الخلاط عشان لو ما عندكيش كب. حطيت حبيتين طماطم فرمتهم الاول علشان دول يسهلوا بعد كده باقي الشغل على الخلاط، وبعدين حطيت 2 حبة بصل متوسطة كده وكنت مقطعاها، وقرن فلفل كوبي او حامي اختياري زي ما انتي بتحبي، وهضربهم كويس. انا كل ده ضربته من غير ما اضيف ولا نقطة مية، لان زي ما قلتلك حطيت الطماطم في الاول، وبعدين هصفيهم عشان التفل كده بتاع البصل او الطماطم لما احطه على الفراخ وهو بيتشوى ما يتحرقش. صفيتهم، والبواقي دي مش هرميها، البواقي دي هاخدها كده في كيسة واحطها في التلاجة، ولما باجي اعمل كفتة بطلعها احطها عليها، بتديها ريحة ونكهة حلوة جدا. يعني ايه؟ علشان نستغل الحاجات اللي عندنا. بعد ما صفيتها حطي بقى كل التوابل اللي عندك. بصي انا حطيت، مش هقولهم لك بالترتيب، هقول لك كل اللي انا حطيته. انا حطيت ملح وفلفل اسمر، جنزبيل بودره وبصل بودره وكركم، وحطيت سماق بيدي مزازه كده حلوه. لو ما عندكيش مش مشكله. حطيت صويا صوص وعصره ليمونه، وحطيت بهارات فراخ، وقلبي كل ده على الفراخ تقليبه جامده. الفراخ دي الوراك اللي انا كنت مجهزاها معاكم لما جينا نقسم لحوم الشهر، فاكرينها؟ وكنت حطيت الاكله دي في المنيو لو فاكرين. زي ما قلت لكم ووعدتكم هعملها معاكم. هعبيها في كيس التتبيله. لما الفراخ لما بتتحط في الكيس مع التتبيله وتقعد شويه في التلاجة بتاخد وتدي كده، غير الطبق بتنزل لتحت. لكن التتبيله لو حتى قلبت الكيس اللي فوق هيبقى تحت واللي تحت هيبقى فوق. بعد كده بقى ابتديت احضر الفطار. انا سبتها في التلاجة، يعني مثلا لو سبتيها من بالليل هتبقى حلوة قوي، بس انا ما كنتش عملتها بالليل فعملتها الصبح. سبتها بقى في التلاجة تاخد وتدي مع نفسها، وبعد كده عملت الفطار. الفطار كان سهل وبسيط ويستاهل بقكم. حضرت طبق من الفول، حمرت الثوم ونزلت عليه بفلفل حامي، ممكن يكون بارد لو انتي عندك اولاد وما بيحبوش الفلفل الحامي، بس الحامي كده بيدي طعم للفول. وبعدين نزلت بحبة طماطم مقطعة ومعلقة صلصة، وسبتهم على النار ياخدوا شوية مع بعض. حطيت الفول عليهم وقلبته وشوية مية وسبتهم كده، بس يا دوبك الفول فك وخد من الطعم الحاجات اللي فيه، وطفيت عليه. حمرت بيضتين بالسمنة البلدي، وهو ده كان الفطار. الحمد لله، اللهم ديمها نعمة واحفظها بالزوال، واملى بيوتنا كلنا بالخير، اللهم امين. طبعا ده مش كان فطاري لوحدي، ده كان فطارنا كلنا. بعد ما فطرنا نزلت جبت شوية حاجات لزوم بقى اليوم وادلعهم كده. سيبكم مع المشتريات. اول حاجه جبت البرتقان دوت، الكيلو عامل 10 جنيه. ده برتقان رفيع حلو يعني حجمه كويس. برتقان بقى حلو جدا على فكره. وكمان الجزر الكيلو ب10 جنيه. عايزين نجيب بقى ونعمل مربى البرتقان بالجزر، دي احلى مربى ممكن تاكليها، يعني حاجه كده. بصي انا اكتر مربى بحبها تقولي لي برتقان بالجزر، دي بقى اللي بنخلصها انا وبنتي وبتخلص على طول، بنخبيها من ابوهم. بصوا جبت كمان فراولة، الكيلو عامل 25 جنيه. لسه اول مرة نجيبها الصراحة، ان شاء الله تطلع حلوة. الليمون مش عارفة بقى، قولولي هو الليمون غلي ولا ايه؟ لان انا جايبة الربع ب5 جنيه وانا مش عارفة ايه الحكاية، هو الليمون هيغلى هو كمان جبت البطاطس دي. جبت كمان بطاطس رفيعة. السمسم ما عملتش طحينة الشهر ده، فجبت كيس السمسم، كيس الطحينة ده. مش عارفة اول مرة اشوفه، بس هو ده اللي لقيته يعني وانا ماشية، ما لفتش ولا رحت. ده ب6 جنيه.
مش عارفه بقى، ان شاء الله النهارده يطلع حلو. وزنه 33 جرام، يعني حاجه كده مش مستاهله والله. الواحد بيجيب السمسم ويعمله هو احسن واوفر كتير، بس لما رحت فتح الله اخر مره ما لقيتش سمسم خالص. كمان جبت البزله دي، جبت بقى ب5 جنيه فحم علشان نعمل الفراخ المشويه، ان شاء الله تعجبكم لو جربتوها باذن الله. دي كانت كل المشتريات، ما كنتش عايزه حاجات كتير من السوق زي ما قلت لكم كده. والله ما كان في نيتي ان اشتري كل الحاجات دي، انا نازله بس اشتري صنف فاكهه كده ولا حاجه، واجيب شويه البطاطس اللي ناقصني. لكن لما بتلاقي حاجات حلوه بتعجبك بتشتري. شلت حاجتي وولعت فحميه وحطيتها. بحط الفحم في الشوايه دي. الشوايه دي انا كنت جايباها من زمان قوي. طب لو ما عندكيش الشوايه دي، اي صينيه ألمونيا حلوه كده كبيره عندك، بس الاول افرشي فيها ورقه ألمونيوم علشان طبعا الصينيه ما تبص من الفحم والنار. ويحطي عليها الشبكه اللي انا حطاها دي. الشبكه دي شبكه قديمه قوي بتاعه بوتاجاز قديم كان عندي. وعلى فكره انا بعد شويه شلتها لاني حسيت ان النار بعيده قوي عن الفراخ والفراخ هتنشف مني. وبعدين رحت رصيت الوراك على الشبكه الصغيره دي كنت شارياها من فتح الله، وهي لسه موجوده عنده. وكمان في منها مقاسات، في اكبر من كده وفي تقريبا اصغر، مش متأكدة قوي. لو عايزين ان شاء الله اصورها لكم في الجولة المرة الجاية واقول لكم على اسعارها. طبعا في اللحظة دي بنستعين بصديق علشان يهوي شوية على الفحم علشان كله يلقط من النار ويتحمر. طيب عملت ايه بعد كده؟ والفراخ بتستوي على الفحم. الفراخ بتاخد على الفحم من حوالي ساعة لساعة ونص على حسب حجمها. بنفضل كل شوية نقلبها على كل ناحية ونغير مكانها على حسب ترتيب الفحم يعني. وتقلبي كده في الفحم لو كان في حتة فيها نار عالية فيها كده. بصي هي تبان شغلانة، بس هي بتبقى حلوة ولذيذة. وفي الأثناء دي بنحمر بقى بطاطس. وعملت الرز الأصفر البسمتي بطريقة سهلة جدا. حطيت السمنة وورق اللورة والحبهان. طبعا بعد ورق اللورة بالورقة، وبعد الحبهان علشان الناس عندي مش بيحبوه، بشيله دايما وانا بغرف. المفروض اني في اللحظة دي كنت انزل بشوية جزر مبشور، بيدي تسكيرة وطعامة حلو قوي للرز البسمتي، بس انا الصراحة نسيت. بعد كده بحط الكركم، يدوب الكركم كده يعني نشم الريحة، ننزل بالرز على طول المغسول والمتصفى. بحط المية، طبعا عارفين طبعا ان الرز بيكون البسمتي المية قده 1.5 وساعات في انواع بتاخد ضعف حجمها مية، على حسب النوع اللي انت دايما متعودة تجيبيه. وشوفي هو بيطلع معاكي عامل ازاي. بيبقى مفلفل وجميل والله، وبيبقى طعمه حلو قوي. بس كمان اللي بيخليه احلى واحلى شوية الجزر المبشورين اللي بيتحطوا عليه، بس حقيقي انا نسيت. لما الفراخ استوت لفتها في ورق ألمونيوم، تحتها ورقة زبدة، وكمرتها كده علشان تفضل سخنة وكمان تطرى جوه الورقة. بصوا قطعت بصل وطماطم وفلفل، ودول حطيتهم عليهم نفس التتبيلة اللي كنت حطاها على الفراخ، يعني بواقيها تقريبا حطيتها عليها اللي كانت تحت الفراخ، ودخلتها الفرن. احنا بنحبهم دول زي بتوع الراجل. استووا. لما طلعت حطيت لها الفحمة علشان تديها ريحة الشوي. عملت سلطة الكلسو، الجزر والكابوتشي. ما كانش عندي عسل ابيض حتى ساعتها، استخدمت سكر ولبن وخل ومايونيز. مشيت حالي علشان يعني اليوم ما يعطلش على حاجة بسيطة. كمان عملت الطحينة وغرفت الاكل، وقلت لازم اشارككم اللحظة وتشوفوا الاكل. تفضلوا معانا وانا اعمل لكم احلى فراخ مشوية. لو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تكوني لسه ما حطيتيش اللايك، يا ريت تكوني نورتيني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى بجد في اللحظة دي؟ يعني وانا بغرف الاكل كده بكون مبسوطة قوي ان ولادي باذن الله هيكونوا مبسوطين، ولما بيقولوا لي تسلم ايديكي يا ماما بكون سعيدة جدا ان الاكل عجبهم. تعب اليوم كله بيروح. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة اللي تقر عينه وتفرح قلبه ويحفظ كل ولادنا، اللهم امين.
دايما بحب اعملها لهم لما بكون راضية عنهم كده. قولولي انتوا كمان ايه رأيكم، وايه الاكلة اللي ولادكم بيحبوها قوي وبتحبوا تعملوها لهم. اعملي نفس الخطوات اللي قلتلك عليها دي، وبعد كده هتحبي تعملي اليوم ده وتكرريه اكتر من مرة، ومش هتشتري فراخ من عند الراجل بعد كده الا ان كنتي مضطرة. يا رب يطعم كل من كان على وجه الارض، اللهم امين. لو وصلتي لحد هنا اوعي تكوني لسه ما اشتركتيش وما حطيتيش اللايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.